أنا أم أعاني بالعقوق، يعني وصل معاهم الحد إنه يطردوني من بيتي اللي كنت أنا أحلم فيه. لجأت لكذا دوائر حكومية، لجأت لكذا ناس، تشردت في الشوارع، نمت في الطرق، نمت في النقل الجماعي، تعرضت للضرب من عيالي بالصدم بالسيارة لحد ما مسكت العكازة صارت ركبتي تعبانة. نجاح عمليتها 50%، الدكتور يقول ما تقدر تسوي عملية، نجاحها 50% ولا 40 بعد، لأن إذا شالوا الصابونة خلاص تنعدم رجلي. جو قالوا لي أنت تبين نتخلص منك، أنت تبين كل يوم تشتكين علينا عند الشرطة، وجو ربطاني مثل كذا مع الأذان، والله مع الأذان، وربطاني وجيراني يشهدون على الكلام هذا يمنية. شراني حتى جاري طلع قال لهم ليش عم تطقون علي الباب؟ كسروا الباب علي بالليور ويشهد الله علي ويوم القيامة بسأل عن كذا. كسروا علي الباب بالليور، باب خشب، ودخلوا علي زي الأسود وصاروا يضربون بي لعد ضربوها بالسكين. عشان يقولون اني انا مجنونة. ودوني مع الاذان المغرب ودخلوني هناك، قعدوا لحالي مع الدكتور وخلوني برا، وبعدين جت الممرضات وسحبوني، صار يسحبون بي ودخلوني داخل، واقول لهم والله ماني مجنونة، خطفوني من بيتي، خطفوني وانا اصلي. قالت لا، وخلوني لحد ما جو الدكاترة وشافوني الصباح قالوا هذه مين مجنونة، ليش وضعينا؟ اي التقرير عند الشيخ بالمحكمة، رفع الشيء الحين موجود عند الشيخ، عشان كذا صدر عليهم مصطلح العقوق. ايوه اختطاف، ربطوا رجولي ودوني قرب شماغاتهم وفسخوا شمغهم وربطوا رجولي واخذوني، والعمة معاهم، كانت العمة تضربني وانا بالسيارة وتحت على ظهري، يقول لي ولدي ضربت كسر ظهري يا عبد الله، يقول لي بصلحه، والله يقول لي كذا، وانا اتوسل لهم وما في اي فايدة. وقت اللي كنت في البيت كان حتى بالحمام يحبسوني ويطفون علي الكهرب. برمضان 3 أيام وفترة زوجي متوفي، 3 أيام بلا أكل وبلا سحور وبلا فطور. بنتي تقبل المطبخ عني الكبير، كله تحريش من العمة، ثاني في تحريض وأنا ما أدري عن شيء، يا غافر لك الله. ابني هذا لو يجيني خبر عنه مات والله بحزن عليه، وكل هذا أنا مسكن معنا ولا أبغى ينسجن ولا أبغى ينظر كله، عشان ما أقول إني أنا ظلمته. أنا قاعد أشوف متحمل الظلم، هو نايم يطلع في السيارة، أنا أقف على الشارع ساعتين عشان أوصل على المزيد. يا من قبل ما عندي سكر صار عندي سكر بسبة البكاء والحزن. والله ما أبغى أضرهم. يوم الشيخ يرسل لهم التحذير يقول يا شيخ ما أبغاهم يجون مكلبشين على المحكمة، لأني تحس بنفسي أولادي يجون مكلبشين، تحس بنفسي، والأم قلبها كبير وأنا أطلب لهم الهداية، وكل ما أصلي يقول يا الله تهديهم، وكان أحد قاعد يحرضهم الله يهديهم هم وياه. وأبوهم ماتوا والله مو راضي عليهم، والله أبوهم ماتوا وما راضي عليهم. فأنا يوم ما دخل بالمستشفى أنا اللي قمت عليه، أنا اللي حسيت فيه، أنا اللي نظفه، أنا واقفة على عمليته، أنا زي الطفل عانيت، زي ما تغسل الطفل أنا أغسله وأقوم عليه وأسايسه مسايسة عشان مريض بالسرطان وعشان ما يحس بهذا الألم. بالأخير شوف رموني بالشارع عشان فلوس، وأنا مو هذا تدويري على الفلوس ولا همتني الفلوس، قلت لهم خذوا لي كل شيء بس خلوني في بيتي. يقول لي قبلي رجلي وتقعدين في البيت، وقبلت رجله، وبنتي تقول لي قبلي يدي تقول لي ذليتك، وكلها أهانوني وما أدري وش السالفة. أقول الله يهديهم وروحوا دوروا رضا أمكم وبوسوا يدها وراسها واحكم وإنه رضوها عشان ترضى عليكم، يمكنها تموت وهي غاضبة عليكم. وأنا لحد الحين أطلب لهم الهداية وأطلب لهم الهداية وأقول الله يهديهم، ولا قلبي ولا أدري عليهم، بس قلبي غضبان من اللي سووه، وتحس بنفسي إن ولد من عيالي يرفع يده علي، والله العرش بالسما يهتز، وإن الجنة تحت أقدام الأمهات، والله العرش بالسما يهتز إذا الواحد قال لهم أفا، ولا تقول لهم أفا ولا تنهرهما، وقل لهم قولا كريما. كيف الأم هذه أم شاف قلبي قبل ما تشوف عيني، فكيف يعني صغير كذا ربيته صار رجال استقوى علي.